اليوم باش نحكيو على آخر مستجدات وضعية المستشار الأمريكي للنادي الإفريقي فيرجي تشامبرز، خاصة بعد التطورات الأخيرة اللي خلت اسمه يعود بقوة إلى الواجهة. فيرجي تشامبرز دخل إلى محيط النادي الإفريقي سنة 2024، وارتبط اسمه بدعم مالي مهم للفريق في فترة كان فيها النادي يعيش أزمة مالية صعبة. دعمه جعل جماهير الأحمر والأبيض تنظر إليه كشخص ساهم في مساعدة النادي على تجاوز جزء من مشاكله، وخاصة الديون وخلاص مستحقات اللاعبين. لكن علاقة تشامبرز بالنادي عرفت بعد ذلك عدة تطورات، فقد ابتعد تدريجيا عن المسؤوليات المباشرة داخل الإفريقي وغادر تونس، إلا أن ذلك لم يمنع اسمه من البقاء حاضرا في أخبار النادي. والأهم أن تشامبرز نفسه أكد خلال سنة 2026 أنه ما زال مرتبطا عاطفيا بالنادي، وأنه يتابع أخباره ويدعم جماهيره ولاعبيه رغم غيابه عن حضور المباريات. لكن المفاجأة الكبرى جاءت خلال شهر جويليا 2026، عندما تم إيقاف فيرجي تشامبرز في إسبانيا بعد إصدار مذكرة توقيف دولية بطلب من الولايات المتحدة. وتشامبرز يواجه اتهامات أمريكية تتعلق من بين أمور أخرى بغسل الأموال والتآمر، بينما يؤكد هو وفريق دفاعه أن القضية ذات خلفية سياسية وينفون الاتهامات الموجهة إليه. ومهم جدا التأكيد أن هذه اتهامات وليست حكما قضائيا نهائيا بالإدانة. القضية أصبحت مرتبطة بالنادي الإفريقي بشكل مباشر، لأن السلطات الأمريكية تنظر أيضا في تحويل مالي بقيمة تقارب 7.5 ملايين دولار إلى تونس. وحسب تصريحات زوجة تشامبرز التي نقلتها صحيفة البايس، فإن هذه الأموال كانت موجهة لدعم النادي الإفريقي والمساهمة في خلاص الديون وأجور اللاعبين. في المقابل السلطات الأمريكية تعتبر التحويلات محل شبهة، وبالتالي فإن الملف ما زال أمام القضاء ولم يتم حسمه نهائياً. أما حالياً فإن تشامبرز موجود في إسبانيا، والإجراءات المتعلقة بطلب تسليمه إلى الولايات المتحدة متواصلة، كما تولى المحامي الإسباني بالتسار غارثون الدفاع عنه في قضية التسليم في انتظار استكمال الإجراءات القانونية. وبالنسبة للنادي الإفريقي فإن السؤال الأهم هو: ماذا يعني هذا الوضع بالنسبة لمستقبل العلاقة مع تشامبرز؟ وهل يمكن أن يعود مستقبلا لدعم الفريق؟ أم أن النادي أصبح مطالبا بفتح صفحة جديدة والاعتماد على موارده ومستثمرين ومستشهرين آخرين؟ المؤكد أن تشامبرز ترك بصمة واضحة في فترة مهمة من تاريخ النادي، لكن الإفريقي اليوم مطالب ببناء منظومة مالية مستقرة ومستقلة حتى لا يبقى مستقبل الفريق مرتبطا بشخص واحد. وفي النهاية جماهير الأحمر والأبيض تنتظر معرفة الحقيقة الكاملة حول هذا الملف، خاصة أن القضية ما زالت مفتوحة وقد تحمل تطورات جديدة خلال الأيام والأسابيع القادمة. نعيم السليتي يقترب من النادي الإفريقي. هل اقتربت صفقة الحلم من الإعلان الرسمي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم سنتحدث عن الخبر الذي يشغل جماهير النادي الإفريقي خلال الساعات الأخيرة، وهو اقتراب الدولي التونسي نعيم السليتي من الانضمام إلى فريق باب الجديد. الأنباء المتداولة تشير إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تطورات إيجابية، وأن هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر، ما جعل الكثيرين يتوقعون أن الإعلان الرسمي قد يكون قريبا إذا تم الاتفاق على آخر التفاصيل. فهل اقتربت الصفقة فعلا؟ وماذا سيضيف السليتي للنادي الإفريقي؟ وهل ستكون هذه أكبر صفقة في البطولة التونسية هذا الصيف؟ دعونا نستعرض كل التفاصيل. السليتي اسم لا يحتاج إلى تعريف. عندما نتحدث عن نعيم السليتي فنحن نتحدث عن لاعب يملك مسيرة احترافية مميزة، لاعب سنوات طويلة في الدوري الفرنسي وتألق مع أندية مثل ديغون وليل قبل أن يخوض تجارب في الدوريين السعودي والقطري. كما كان أحد أبرز لاعبي المنتخب التونسي، وشارك في كأس العالم وكأس إفريقيا، واكتسب خبرة كبيرة في أعلى المستويات. ولهذا السبب فإن أي ناد ينجح في ضمه سيكون قد كسب لاعبا يملك الجودة والخبرة والشخصية. لماذا يريده النادي الإفريقي؟ بعد الموسم الماضي أصبح واضحا أن إدارة النادي الإفريقي تريد بناء فريق قادر على المنافسة على جميع الواجهات. الفريق سيخوض البطولة وكأس تونس والاستحقاقات القارية، ولذلك يحتاج إلى قائمة قوية ولاعبين أصحاب خبرة.
ومن هنا جاء الاهتمام بنعيم السليتي، لأنه لاعب قادر على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ويملك القدرة على صناعة اللعب وصنع الفارق في المباريات الكبرى. تطورات جديدة في المفاوضات. في البداية لم تكن المفاوضات سهلة، كانت هناك بعض الاختلافات حول الجوانب المالية، وهو ما تسبب في تعثر المفاوضات لفترة قصيرة. لكن خلال الأيام الأخيرة عادت الاتصالات بين الطرفين، وتشير عدة تقارير إلى أن المفاوضات شهدت تقدماً ملحوظاً مع تقارب في وجهات النظر حول أغلب تفاصيل العقد. بل إن بعض المصادر تحدثت عن أن السيليتي موجود في تونس لاستكمال المفاوضات، رغم أن هذه المعلومة لم يؤكدها النادي رسمياً. لماذا تعتبر هذه الصفقة مهمة؟ إذا نجح النادي الإفريقي في التعاقد مع نعيم السليتي، فإنه لن يضم لاعباً عادياً، بل سيضم لاعباً يملك خبرة دولية كبيرة، قدرة على اللعب على الجناحين أو خلف المهاجم، مهارة في المراوغة وصناعة الفرص، شخصية قيادية داخل الملعب، خبرة تساعد اللاعبين الشبان على التطور. كما أن وجود لاعب بهذا الحجم قد يمنح الفريق حلولاً هجومية إضافية في المباريات المحلية والإفريقية. ماذا سيستفيد النادي الإفريقي؟ السيليتي يمكن أن يمنح الفريق إضافة كبيرة من الناحية الفنية، فهو لاعب يعرف كيف يتعامل مع الضغط، ويملك خبرة في المباريات الكبيرة، ويستطيع تغيير مجرى اللقاء بتمريرة أو مراوغة أو تسديدة. كما أن خبرته ستكون مهمة جدا في غرفة الملابس، خاصة مع وجود عدد من اللاعبين الشبان. الجماهير تعيش على وقع الترقب. منذ انتشار أخبار اقتراب السيليتي اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي الإفريقي. الجماهير بدأت تتخيل اللاعب بقميص الأحمر والأبيض، واعتبرت أن هذه الصفقة ستكون رسالة قوية لكل المنافسين. لكن في المقابل هناك من يطالب بعدم التسرع وانتظار الإعلان الرسمي قبل الاحتفال بالصفقة. هل الصفقة حسمت؟ هنا يجب أن نكون دقيقين. رغم أن أغلب التقارير تتحدث عن تقدم كبير في المفاوضات، لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي من النادي الإفريقي أو من نعيم السليتي يؤكد توقيع العقد. وهذا يعني أن الصفقة ما زالت في مرحلة التفاوض، حتى وإن كانت المؤشرات تبدو إيجابية. ماذا نتوقع في الساعات القادمة؟ إذا تم الاتفاق على آخر التفاصيل، فمن الممكن أن يصدر الإعلان الرسمي في أي وقت. أما إذا ظهرت عقبات جديدة، فقد تتأجل الصفقة من جديد. لكن المؤكد أن هذا الملف سيكون من أكثر الملفات متابعة خلال الأيام المقبلة، لأن الجميع ينتظر معرفة القرار النهائي. الخاتمة في النهاية، يبدو أن نعيم السليتي أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى النادي الإفريقي بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها المفاوضات في الأيام الأخيرة. لكن وحتى لحظة تسجيل هذا التقرير، لا تزال الصفقة في انتظار الإعلان الرسمي، لذلك يبقى الحسم النهائي مرتبطاً بإتمام آخر الإجراءات. والآن جاء دوركم. هل تعتقدون أن نعيم السليتي سيكون أفضل صفقة للنادي الإفريقي هذا الموسم؟ وهل يستطيع قيادة الفريق إلى المنافسة على جميع الألقاب؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار النادي الإفريقي. ولا تغادروا قبل نهاية الفيديو، لأن هناك مفاجأة خاصة في آخر الفيديو.